أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكل شعوب أمتنا عامة وإلى الشعب الفلسطيني والجزائري خاصة. أردت في هذه الذكرى الأليمة لذكرى النكبة، هذه الذكرى المرة على أمتنا العربية والإسلامية التي ضاعت فيها فلسطين وضاعت فيها الأمة إلى الأبد، فأردنا أن لا نبقى منغمسين في آلام هذه الذكرى ونردد النكبة والآلام والجراح، وإنما الآن حان وقت الانتصارات، وقت التحرير. فتلك أيام مضت والأيام دول، المعركة سجال والأيام نداولها بين الناس. فتلك اللحظة عاشت أمتنا أياما من الغفلة، فكانت الأعداء أو كان الأعداء يترصدون فأغاروا على أمتنا وأخذوا منا فلسطين وأدخلونا في نكبة، وأرادوا أن يبرمجوننا على اليأس وعلى الاستسلام وعلى الهزيمة. فعلينا اليوم ألا نبقى نردد في هذه الآلام وهذه الجراح. نعم صحيح نرددها ليعرف الأجيال أن أجدادنا قد مروا بآلام وجراح وأخذت منهم فلسطين وأخذت منهم الأمة، ولكن الآن لابد أن نفكر ونعمل على التحرير وعلى الانتصار وعلى إعادة مقدساتنا وأرضنا. بل لا نبقى نتأمل، الآن فتنا مرحلة التأمل، وإنما الآن مرحلة الإعداد، ونحن متيقنين وواثقين على أن الانتصار سيكون في الأيام القريبة جدا بإذن الله تعالى. لكم إخوان الآن في غزة يعدون لهذا الانتصار ويصنعون اليوم التحرير، أيام التحرير. فعلينا أن نقف معهم، وعلى كل عربي ومسلم أن يعمل من مكانه على صناعة هذا التحرير بما يمتلك من قدرات ومن أمور معنوية أو مادية. الآن لابد أن نثق في أنفسنا أننا نحن أهل للتحرير وأهل الانتصار، وأن لا ننكسر أمام هذه الإرادة الدولية التي اليوم تحاصر أهلنا في غزة، لأن تعلم جيدا أن القوة التي ستحرر وتصنع هذا الانتصار ستخرج من غزة. فلذلك هم اليوم يحاصرون غزة، يحاصرون أهلنا في فلسطين، يضايقون على إخواننا اللاجئين في لبنان وفي سوريا وفي كل مكان. اليوم هذه القضية، قضية فلسطين، قضية التحرير، هي قضية كل الأمة. فعلينا أن نشارك كبيرا وصغيرا، فقيرا وغنيا، مرأة ورجلا، شباب في هذا الانتصار، لأننا بإذن الله تعالى سنصلي في المسجد الأقصى عن قريب جدا. وعلينا الآن أن نخرج من القيل والقال، وإنما الآن ندخل الفعل ونعمل ونقدم، وليس هناك من لا يستطيع أن يقدم شيئا، فكلنا نستطيع وكلنا أهلا لتقديم التضحيات وراء التضحيات من أجل تحرير أقصانا وقدسنا وفلسطين واسترجاع كرامتنا وعزنا. تحية لأبطالنا في غزة، تحية لشبابنا في القدس ولنسائنا المرابطات في المسجد الأقصى. يلا يا أمة، حان وقت التحرير، فعلينا أن نضع يدا في يد نحو هذا الانتصار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم أبو أسامة الجزائري. السلام عليكم.